أنس الزنيتي من أزقة فاس إلى أسطورة حراسة المرمى المغربية. ولد أنس الزنيتي في 28 أكتوبر 1988 بمدينة فاس المغربية. منذ نعومة أظفاره أظهر شغفا كبيرا بكرة القدم، حيث كان يقضي ساعات طويلة في الأحياء الشعبية يمارس هوايته المفضلة كحارس مرمى. لفتت موهبته الأنظار سريعا، فانضم إلى أكاديمية المغرب الفاسي، حيث صقل مهاراته وتعلم أساسيات حراسة المرمى. في عام 2008 بدأ الزنيتي مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول لنادي المغرب الفاسي. بفضل ردود فعله السريعة وقدرته على قراءة مجريات اللعب، أصبح الحارس الأساسي للفريق. خلال هذه الفترة ساهم في تحقيق إنجازات مهمة، أبرزها الفوز بكأس العرش عام 2011 وكأس الكونفدرالية الإفريقية في نفس العام. بعد مسيرة ناجحة مع المغرب الفاسي، انتقل الزنيتي إلى نادي الجيش الملكي في عام 2013. رغم التحديات التي واجهها في البداية، استطاع بفضل عزيمته وإصراره أن يثبت نفسه كحارس مرمى متميز، مما جعله يحظى بثقة المدربين والجماهير على حد سواء. في صيف عام 2015 انضم الزنيتي إلى نادي الرجاء الرياضي بصفقة انتقال حر، ليبدأ فصلا جديدا ومميزا في مسيرته الكروية. على مدار 9 سنوات ونصف كان الزنيتي ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق، حيث ساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية. من أبرز هذه الإنجازات الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية مرتين عامي 2018 و2021، والتتويج بلقب البطولة الاحترافية موسم 2019-2020 و2023-2024، بالإضافة إلى لقبين في كأس العرش موسم 2016-2017 و2023-2024، وكأس السوبر الإفريقي عام 2019، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال عام 2021. تميز الزنيتي بقدرته الفائقة على التصدي لركلات الجزاء، مما جعله يلقب بصائد الركلات. في العديد من المناسبات كان لتصدياته الحاسمة دور كبير في تحقيق الانتصارات لفريقه، خاصة في المباريات المصيرية. كما عرف برباطة جأشه وقيادته الحكيمة لخط الدفاع، مما أكسبه احترام زملائه والجماهير. على الصعيد الدولي، مثل الزنيتي المنتخب المغربي في عدة مناسبات، حيث كان جزءا من تشكيلة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية وبطولات أخرى. رغم المنافسة الشديدة على مركز حراسة المرمى، إلا أنه أثبت جدارته وكان دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوان بلاده. في يناير 2025 وبشكل مفاجئ، أعلن الزنيتي رحيله عن نادي الرجاء الرياضي بعد اتفاق ودي مع إدارة النادي على فسخ العقد بالتراضي. جاء هذا القرار بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والتضحيات، حيث تنازل الزنيتي عن جزء كبير من مستحقاته المالية تقديرا للنادي والجماهير. أثار هذا الخبر دهشة وحزن عشاق الرجاء، الذين اعتبروا الزنيتي أحد أعمدة الفريق ورمزا للإخلاص والتفاني. بعد رحيله عن الرجاء، لم يعلن الزنيتي بعد عن وجهته المقبلة. تتطلع العديد من الأندية للاستفادة من خبراته ومهاراته، لكن الحارس المخضرم يفضل التروي والتفكير مليا قبل اتخاذ قراره النهائي. من المؤكد أن أي فريق سينضم إليه سيستفيد من خبرته الكبيرة وشخصيته القيادية. إذا وصلت هنا أنت متابع مميز، اترك تعليقا تعرف عليك وشكرا. بعيدا عن الملاعب، يعرف عن الزنيتي تواضعه وحبه للعمل الخيري.
شارك في العديد من المبادرات الاجتماعية، حيث يسعى دائما لرد الجميل للمجتمع الذي نشأ فيه. كما يعتبر قدوة للشباب الطامح في تحقيق أحلامه من خلال العمل الجاد والمثابرة. في الختام، تبقى مسيرة أنس الزنيتي مثالا حيا على الشغف والتفاني في عالم كرة القدم. من أحياء فاس إلى أكبر الملاعب الإفريقية، أثبت الزنيتي أن الإصرار والعمل الجاد هما مفتاح النجاح والتألق. ستظل تصدياته الحاسمة وابتسامته الواثقة محفورة في ذاكرة عشاق الكرة المغربية لسنوات طويلة. شكرا على حسن تتبعكم، المرجو دعم القناة لنستمر معكم.